ترفعوا بث الأستاذ والدكتور حسام، الله يبارك فيكم. يعني لو هو شيعي الله الآن يحفظك. كان زمانه عمل له حبة مظلومية، ابتلع الزهرة كبسوا وشارك وبخاطر الزهرة وارفعوا مقام الزهرة، وكل تكبيسة اعتبرها حسنة للزهرة. كان زمان البث وصل 100,000 تكبيسة و100,000 مشاركة. يعني ما لا يصير يا شيعة، يعني يا أهل السنة، الله سبحان الله. يبارك فيكم. أي والله، الله يعني يحفظك ما ويبارك فيك يا شيخ هاشم. تلاقي الشغل حي كبس الله لاجل الاستاذ ابو الزهره. ادم انا الباحث. هتكبس لاجل الله. الزهره ليش؟ هي الزهره هتستفيد من التكبيس بتاعي. ايوه صحيح صحيح، انا شفت صح فعلا المعمم اللي هو اللبناني ده اللي كان اه بيتباركوا بالبصق بتاعه وبتاع، يعني حاجه مقرفه جدا. كان يقول لك كبسوا مشان الحسين، مشان الحسين كبسوا. مليون تكبيسه لخاطر الحسين. ايش دخل الحسين بالتكبيسه لخاطر بتاعتي؟ الحسين. يعني اقول انا له مش كبس عارف، انا لرفع مش البث، أنا. ماشي. يعني ماذا سيعود على الحسين اذا كبس الشيعة؟ على كل الاحوال باذن الله تعالى احبابنا الكرام دايما يعني لا يحتاجوا ان احنا نكرر عليهم الطلب، لكن بس ده من اجل التذكره. الهدف الاساسي ان هو يوصل البث للشيعي قبل السني. بجدد على حضرتك التحيه يا شيخ هاشم. موضوع الشيعه والائمه اتباع ام ابتداع موضوع غايه في الاهميه. هؤلاء ادعوا زورا وبهتانا بان هم اكثر المحبين لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم هم فقط المتبعين للائمه والمتبعين لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا في البدايه نفصل الامر. هل فعلا الشيعه يحبون الائمه ويتبعون ائمه ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ام هي مجرد ادعاءات كاذبه فقط لا غير؟ وما الهدف منها؟ طيب احنا علشان نكون منصفين يا دكتور حسام، الشيعة ليسوا على وتيرة واحدة. يعني فيه اللي، يعني اغلب الشيعة فيه اللي بيدعي ادعاء انه فقط يحب الائمة ويحب اهل البيت، وهذا مجرد نعم. ادعاء لانه بيستفيد مصالح من خلف هذا الادعاء. وهناك فعلا محب، ولكن أضله المعمم صاحب المصالح لكي يظل هذا في ضلال مبين. مسألة الاتباع يا دكتور حسام، الأول المفروض أن احنا إذا أردنا أن ننظر إلى الاتباع ننظر إلى القرآن الكريم. الله عز وجل لما ذكر الاتباع ذكر كلاما جدا مهما في كتابه العزيز. قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم يحبكم ذنوبكم الله. والله غفور رحيم. يعني أنا دلوقتي لو نعم. عايز أدخل الجنة، عايز ربنا يرضى عني، عايز ربنا يغفر لي، بعمل إيه؟ المفروض إن أنا بتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الآن الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه يدخل الجنة. هل يوجد اتباع آخر في القرآن الكريم؟ الجواب نعم. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تدري يا دكتور حسام، هناك لفتة في قمة الجمال. لماذا الله عز وجل قال تجري تحتها الأنهار ولم يقل تجري من تحتها الأنهار؟ من إيش تحتها الفرق الانهار. ليه؟ إيش الفرق؟ ما هو الفرق بين تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار؟ قال بعض أهل العلم أن هذا دليل على أن هناك فرق. لو قال الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار، وهذه موجودة في القرآن الكريم كثيرا، يعني يكون عندك القصر وعندك الجنات آه. والأنهار على الشط كده، شط تمام. بخلاف قول الله عز وجل في هذا المقام الرفيع: تجري تحت الأنهار، يعني تكون كالجزر، القصور تكون كالجزر والماء تحت هذه الجزيرة وتحت هذه القصور. فهذا مقام عظيم لم يناله أحد إلا من اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان. واتباع المهاجرين والأنصار يأتي باتباع النبي. فالمهاجرين والأنصار يا دكتور حسام لن يأتوا بدين جديد ولا بتشريع جديد ولا بأحكام جديدة متعلقة بالعبادات، لأجل ذلك هم يتبعوا باتباع النبي. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه يا دكتور حسام، السؤال ده أنا بقالي كم يوم سألت أكثر من معمم وسجلت المداخلة ونشرتها، ولسه نشر في صفحتي هذه مداخلة مع 2 معممين على هذا السؤال.
الله عز وجل قال في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو أنا الآن قلت سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان ولن أتبع أئمة الشيعة، هل أدخل الجنة والله يرضى عني أم لا؟ خلي هو ده سؤالنا يا دكتور حسام. سؤالنا يا دكتور حسام، الله يعزك يا أبا مريم، سؤالنا يا دكتور حسام: لو أني قلت أنا سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، علي دون بن أبي اتباع طالب الائمه. علي بن أبي طالب عندنا من المهاجرين، صحيح؟ صحيح. لكن أنا مش هتبع علي لوحده، ده أنا هتبع علي مع المهاجرين، وهتبع أيضا من الأنصار، هتبعهم بإحسان باتباعهم النبي. هل يجرؤ شيعي يقول لي أني لا أنجو، أني لا تكون لي الجنة؟ هذا نص من القرآن. الله ذكر أن اتباع المهاجرين والأنصار يدخل الجنة، فلو أنا قلت سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، هل أكون من أهل الجنة أو من أهل النار؟ إذا قال الشيعي تكون من أهل الجنة، إذا بطل اتباع الأئمة، لا قيمة لاتباع الأئمة، أنا أعمل بومي. وإذا قال لا تدخل الجنة، فكيف الله عز وجل يدخل الجنة أناس لا يؤمنون بالأئمة؟ دكتور حسام، الله رضي عنهم وأدخلهم الجنة، ولم يذكر أنهم اتبعوا الأئمة أو اعتقدوا بعقيدة الشيعة باتباع الأئمة. طيب، هل يوجد في القرآن لفظ اتباع لأئمة الشيعة؟ لا، فأنا أسيب الاتباع. طيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا دكتور حسام لم يقل يوما اتبعوا الأئمة أو اتبعوا أهل البيت أو اتبعوا الصحابة، لأن دول من المهاجرين والأنصار، والاتباع مذكور في القرآن الكريم. النبي ما يقولش اتبعوا كده، لا، لأن اتباع أي أحد لا يكون إلا باتباعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، خلينا نوجه هذا السؤال للشيعة الآن الذين يستمعون إلى البث: لو أني قلت سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان دون اتباع الأئمة، هل أكون على هدى أم على ضلال؟ لو أني قلت سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، وحط تحت خط تحت كلمة بإحسان دون اتباع الأئمة، هل يمكن أن أكون على هدى أم على ضلال؟ من الآن لمن أراد من الشيعة أن يصعد معنا حول هذا الموضوع يتفضل يرسل دعوة ويدخل معنا مباشرة فيما يتعلق بهذا الموضوع. يعني نخلي مكان كده أحبابنا الكرام، نزلوا حساب من حساباتي الشخصية اللي موجودة على البث، بارك الله فيكم، هنزل أنا. طيب، تفضلوا يا شيعة، لمن أراد من الشيعة أن يصعد معنا نوجه دعوات للشيعة. الشيخ أبو البراء، شيخ أبو البراء اصعد تاني يا شيخ أبو البراء، أنا نزلت حسابي الشخصي. لمن أراد من الشيعة أن يصعد معنا يتفضل. نعم، هيا الشيعة الآن سؤالنا بسيط ومحترم: هل أنا إذا قلت سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، هل هذا يكفيني لدخول الجنة أم أكون على ضلال؟ وإن كنت على ضلال، كيف الله عز وجل يحضني على الضلال وليس على الحق؟ طيب، احنا يمكن لما طرحنا هذا الموضوع على الشيعة، لكن بشكل مختلف شوية، في لما كنا نتحدث عن العمل بظاهر القرآن الكريم أو العمل بالقرآن الكريم دون اتباع العترة. قولا واحدا أغلب الشيعة الذين صعدوا وقتها معنا قالوا لا يجوز هذه المسألة، لا اتباع القرآن دون اتباع العترة تكون على ضلال. يعني حتى مسألة القرآن الكريم انك تتبع القرآن دون ان تتبع الامام، ولو ان انا ما اعرفش اتباع الامام في ايه. يعني انا نفسي برضو حد يجاوبني من الشيعي الان، انا لما احب اتبع الامام في ماذا اتبع الامام؟ يعني هل الشيعي عنده في كتبه ايه هي الاشياء او ايه هي العبادات او الامور التي اتبع فيها الامام؟ فان قال لي ما سيأتي سؤال جوهري دكتور حسام. انت قلت سؤال جوهري هيترتب عليه سؤال جوهري. دكتور حسام يا جماعه بيقول طب انا هتبع الامام في ايه؟ السؤال الجوهري: هل الامام هذا سياتي بتشريع جديد؟ ام ان الامام هو ناقل؟ ايوه، ما هو لو ناقل ايه اللي هيفرق الامام عن غيره؟ يعني ايه اللي هيفرق الامام عن غيره طالما ناقل؟ احسن، لان ما ينفعش شيء يقول لك الامام ياتي بتشريعات جديده. الامام هيكون ناقل زيه زي الصحابه،
خلاص. وإذا جاز أن آخذ الدين من غير الإمام، فأيضا استوى الإمام بغيره. يبقى إيه قيمة الإيمان بالإمام أصلا؟ تمام. نعم. هي دي المسائل اللي الشيعة للأسف ما يقدروا إن هم يناقشوا فيها نقاش علمي صدقا. نعم. أنا مش عارف إذا كان أبو ملك سني ولا شيء. أبو ملك، السلام عليكم. السلام عليكم. افتح عليكم مايك. السلام أبو ملك، السلام ورحمة الله عليكم. وبركاته. وعليكم أهلا السلام. بيك، حياك الله. أنا من شمال غزة. أهلا بيك، أكيد حياك الكل الله. في غزة. أنا بطلب المساعدة أهلا بيك. عشان أقدر أجيب. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ربنا يفرج عنكم يا رب، اللهم آمين يا رب. طيب اتفضلوا يا شيعة. أنا شايف شيعة كتير جدا متابعين معانا، إذا حبيتوا إن أنا أبعت لكم دعوات، وقد يكون هناك أيضا معممين موجودين في المتابعة. تفضل أستاذ أحمد الساعدي. طيب أذكركم بالاسم يعني. تفضل أستاذ أحمد الساعدي إذا كان لديك أي طرح فيما يتعلق بهذا الأمر. أحمد البصري موجود أيضا. أستاذ ناصر، اتفضل يا أستاذ ناصر. يعني تحب أستاذ علي. دول الشيعة اللي أنا أعرفهم، ما أعرفش إذا كان طبعا في موجودين شيعة كمان ولا لا. يعني والله غريبة تنادي عليهم مناداة معقولة يا دكتور حسام؟ أنا أنادي الآن بالضبط كده. أنا أنادي عليهم الآن مناداة للجواب على هذا الموضوع. لو أني أتبع المهاجرين والأنصار بإحسان دون اتباع الأئمة، هل أكون على هدى أم على ضلال؟ أكون على هدى ولا على ضلال؟ نعم يا شيعة، سؤال بسيط، مالكم مش فيكم؟ أنا أسئلتي صعبة والله، أسئلتي لذيذة. يعني واضح إن السؤال صعب. أسئلتنا لذيذة وجميلة كمان يعني. وفي إيه يا جماعة نتبع الإمام؟ يعني إيه هي الأمور التي نتبع فيها الإمام؟ يعني أنا نفسي برضو الشيعي يقول لي تتبع الإمام في 1 2 3. قول لي يعني، قول لي إيه هي الأمور التي أتبع فيها الإمام حتى أكون على هدى. وأنا نفسي الشيعي يجاوبنا على هذا السؤال. اتباع الأئمة، ودائما نطلب منهم دليل على مسألة اتباع الأئمة، لكن مسألة سؤال في إيه نتبع الإمام، هذا الأمر لم يعني أسمعه كثيرا من قبل الشيعة. في أي الأمور أتبع فيها الإمام؟ فلمن أراد من الشيعة نوجه لكم، إذا كنتم لسه يعني ما شاركوا يا جماعة البث بعد إذن حضراتكم حتى يصل البث لأكبر عدد ممكن، ويمكن الشيعة يعني اللي يشوفوا هذا البث بشكل أكبر. يعني لمن أراد من الشيعة أن يصعد معنا حول هذا الموضوع يتفضل، لأن صراحة في مجموعة من التساؤلات نريد أن نسمع عليها إجابات من قبل الشيعة. أنتم يعني الدنيا كلها قامت وقعدت بسبب هذا الموضوع، موضوع اتباع الأئمة، ولا بد من اتباع الأئمة. طب فين الدليل؟ ما في دليل. طيب خلاص، قل لي دلوقتي أنت إيه الأمور التي أتبع فيها الإمام؟ أنا لو اتبعت المهاجرين والأنصار بإحسان دون اتباع الأئمة، أكون على هدى ولا أكون على ضلال؟ هذه الأمور نريد أن نعرفها من قبل الشيعة. حتى كمان الشيعة النت عندهم بايظ. والله شيء مؤسف. تفضلوا يا شيعة. دكتور حسام، لما نبقى بنسأل الشيعة هذا السؤال، ويعني لا معممين عندهم جواب ولا عوام عندهم جواب. طب إذا كان دايما الشيعة الشيعة خد بالك برضك، الشيعة دايما يجي يطلع يقول لك ايه، انت لماذا تتحدث الى العوام؟ اذهبوا الى علمائنا. اذهبوا انتم يا جماعة، خذوا لينك هذه البثوث واذهبوا الى العلماء وقولوا لهم جاوبونا على هذه الاسئلة، او حتى اعطونا الجواب علشان نروح لهم نجاوب عليهم على هذه الاسئلة المطروحة. السلام عليكم ورحمة الله. يا ضيف حياك الله. السلام عليكم، اهلا بيك. حضرتك شيعي؟ علي الصوت بس شوية. سمعنا ولا لا؟ طيب لو أنا قلت أنا سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان دون أن أتبع الأئمة، هل أكون على هدى أم أكون على ضلال؟ على ضلال. الله على ضلال يا شيخ هاشم. ده كفر بالقرآن يا دكتور حسام. الله عز وجل ليه؟ يقول في القرآن الكريم والسابقون الأولون. لا لحظة يا عزيزي، ردنا على الآية القرآنية. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان رضي الله عنهم 1 ورضوا عنه 2 وأعد لهم جنات 3 تجري تحتها الأنهار 4 خالدين فيها 5 وذلك الفوز العظيم. وانت تيجي تقول على ضلال، فلماذا تكفر بكلام الله يا ضيفنا؟ جاوبنا ليه على ضلال يا قمر؟ مقاطعة لماذا على ضلال؟ تفضل. ما خلاني اوضح، هو قبل اخذ المايك وظل رد لنا على الآية طب القرآنية. اتكلم، تفضل. تفضل اي خلاص يلا اسكت، ترى مجال سألت اسمع جواب. اتكلم بأدب. ها؟ اي تفضل. جاي اقول لك لا جاوب، يعني ما يعطيني مجال وانت تريد تتكلم. مثلا. استغفر الله توب عليه، حق السؤال بالجواب. انت طرحت آية وقلت هل يجوز اتباع الصحابة او المهاجرين والانصار دون اتباع الائمة؟ قلت لك لا، ضلالة. ليش؟ نفس الشيء تقدر انت كسني تتبع الصحابة والمهاجرين وما تتبع النبي محمد؟ هل راح تكون على طريق الصح؟ انك تترك النبي وتروح تتبع فقط المهاجرين والانصار؟ اكيد راح تكون على درب الضلالة. فالائمة عندنا، والنبي اولنا محمد، اوسطنا محمد، اخرنا محمد. فالسؤال اللي جاي بالتجبيب، خل اكمل. جاوبنا على الآية القرآنية، ما تهربش من الآية القرآنية. انت ردك ايه على الآية القرآنية؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. بدون مقاطعة. ليش المقاطعة هاي؟ صار لك ساعة رد على الآية. اسمع جواب وبعدها بتجاوب خارج الآية. ليش تقطع كلامي؟ بعدني ما مجاوبك على آية. انا جاوب خارج الآية، احنا عايزين ردك على الآية القرآنية. جاوبنا عليها. الله ذكر يا اخي اتباع جاوبتك على المهاجرين سؤالك، والأنصار. هسه جيت للآية، ايش فيك تقاطع؟ يلا أجب على الآية، تفضل. يلا بس 20 ثانية، ما تصبر؟ ما عندك صبر؟ ما انت ما أول ذكرتش شيء يا الآية أخوان، ولا اطلع. أجبت عليها. والله مصيبة. أول شيء الآية القرآنية ما لها دخل باتباع الصحابة. يقول لك الصحابة الذين هم أول من ما لها آمن دخل. برسالة ما نبينا لها محمد. دخل. أعوذ بالله على الكفر. الآية تقول والذين اتبعوهم، تقول لي ما والله ما لها يعطي دخل. مجال. شوفوا شوفوا ده انت ايه الغباء ده؟ ايه الغباء؟ يعني هذا واحد يكتم منا، هذا واحد ايه الغباء؟ بقول لك ده؟ ملهاش علاقة باتباع الصحابة. هو بقول لك أعوذ هذه بالله. الآية ليس لها أي علاقة باتباع الصحابة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يعني الآية القرآنية يا دكتور حسام، نص الاتباع مذكور في الآية، ده كفر بالقرآن صالح، كفر بالقرآن صريح. القرآن الكريم، شوفوا الآية القرآنية يا أخوانا، شوف ربنا بيقول الآية القرآنية، شوفوا قرآن يا ناس، قرآن الشعب. سبحان الله، يكفرون بالقرآن. الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إيش يا جماعة؟ اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، أدي فضيلة، ورضوا عنه فضيلتان، وأعد لهم جنات 3 تجري تحتها الأنهار فضيلة أخرى، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ربنا ذكر الاتباع، لا يوجد شطر آية يذكر اتباع أئمته. شطر آية في القرآن الكريم لا يذكر اتباع الأئمة. عند القرآن فضح معتقدك، القرآن يهدم معتقدك يا ضفنا للأسف. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. طيب أستاذ أحمد الساعدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بيقول لو أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أني سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان دون اتباع الأئمة، هل أكون على هدى أم على ضلال؟ استاذ حسام، يعني هاي الايه وين نتبع المهاجرين والانصار؟ وين اللي بها رضى الله عنهم ورضوا عنه؟ وين الاتباع بالموضوع؟ والذين اتبعوهم بإحسان، أستاذ هاشم. والذين اتبعوهم نصوا، والذين اتبعوهم نصوا. استاذ هاشم، يعني هاي الايه تخصهم يعني وين؟ يعني سبحانه وتعالى قال لنا اتبعوهم. بص شوف وين يعني يلا اريد اتبع، انا اريد اتبعهم. وين يعني؟ حلو هنا والسابقون، ركز وياي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، اتبعوا من؟ يعني المهاجرين. اللي اجوا بعدهم. ايوه، اللي جم بعدهم عملوا ايش؟ تبعوا مين؟ لا هذا المهاجرين والأنصار. هذا تفسيرك خطأ استاذ هاشم، ما يصير هيك شيء. ايوه، لا ما يصير تفسر كيف هدي بس. يعني اللي دخلوا هدي ايوه. والذين ايش؟ والذين اتبعوا من؟ اتبعوهم بإحسان.
اتبعوا من؟ اتبعوا من؟ اتبعوا المهاجرين اتبعوا والانصار مين بقى؟ بالزمن أحسن وليس أحسن الاتباع. أحسن. إذا الله قال، الله عز وجل أخبر، هذا خبر، الله عز وجل أخبر أن الذي يتبع المهاجرين والأنصار الله يدخله إيش؟ الله يرضى عنه لا ويعمل لا فيه لا إيش؟ خطأ استاذ هاشم، هذا تفسيرك خطأ للقرآن. أنت اعطيني عندك تفسير تفسير آخر يعني؟ نفس كلامك. إيش لا تفسيرك؟ ما معنى اعطيني تفسير، الآية؟ اعطيني تفسير على ايه كلامك. تفسيرك انت يا استاذ احمد؟ ايه تفسيرك انت؟ لا لا. ايه تفسيرك؟ يعني اللي اجوا بعدهم، يعني اللي دخلوا للاسلام بعدهم بنفس منهجهم، رضى الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر. أحسنت. أوقف لي هنا. إذا اللي جم بعدهم يا دكتور حسام ومشوا على نهجهم الله يرضى عنهم، خلاص إحنا جينا بعدهم وهنمشي على نهجهم. عندك مش هنتبع أئمتك، عندك اعتراض طب ما علينا؟ انت بتقول نفس الكلام اللي اللي احنا بنقوله يا استاذ احمد اهو. هذا تفسير عندك اعتراض الآية. علينا؟ إيه، طبعا طب ما هو عندك كلامك كلام، نفس اعطيني كلامنا. مجال خلينا نتكلم. ليش ما انا أعطيني هعمل مجال. زي ما انت، انا هعمل زي ما انت فسرت، انا هجيت بعدهم وهتبعهم باحسان. عندك مشكله معايا؟ زين، وين الله سبحانه وتعالى قال اتبعوهم بعد النبي؟ يلا وين؟ يا عزيزي ما الآية القرآن انت مش لسه قايل يعني اللي جم بعدهم واتبعوهم باحسان؟ احنا جينا بعدهم اهو. إيه، هاي الآية تخصهم هم، يعني مو معنى لا أنا واللي أتبعهم. اتبعوهم تخصهم، واللي اتبعوهم احمد إيه الآية شنو واضحة. كملها؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. هاي احسن. يعني يعني شوف يا احمد ركز وياي، يعني الذين جاءوا بعد المهاجرين والانصار لو مشوا على نهج المهاجرين والانصار الله سيرضى عنهم ويدخلهم الجنة، صح؟ نعم، احنا هم وياهم. هذا أحسن. الكلام انا اتفق احنا وياه. بقى هنمشي على نهج المهاجرين والانصار ومش هنمشي على نهج الائمه، خلاص يبقى احنا زين، ندخل الجنه. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. انما وليكم، هاي الآية وين راح توديها؟ يلا خلينا نتناقش بالقرآن هسه. ايش دخل الآية؟ شنو ايش دخل الآية؟ انت جايب لي آية ما بها اتباع، هاي الآية بها اتباع. انما طيب. وليكم الله حلو. ورسوله أيوة، والذين وجدتها. آمنوا. وجدتها. ايوه هي الآية دي وجدتها. ايوه صح. يلا شلون؟ صح يا الآية عزيزي. وجدتها. صح يا دكتور حسام، كنت هتنسينا. الكتاب ده اسمه مشرعة بحار الأنوار، بحار الأنوار. تأليف آية الله محمد أصف محسني، المجلد الثاني الصفحة 85. الباب في نزول آية إنما وليكم الله في شأنه عليه السلام. ماذا يقول؟ ليست في الباب رواية معتبرة سندا من طريقنا. ما عندكش ولا رواية معتبرة السند في دينك بهذه الآية يا عزيزي. هذا عالم شيعي يا أحمد، عالم شيعي بيقول لك ما عندناش تفسير معتبر لهذه الآية. بس شوية اريد اشوف زين. شوف زين. يعني انت كلش يعني مدخل الكاميرا بالآية. مدخلها كده بعيدة ولا ايش؟ اي اقرا واحد هذا كبر سنة كبرها. اصبر. ايه. استنى هذا واحد اقرا لي جوا واحد. اهو ادي شوف أي شوف نعم. اهو. اكبر لك براحتك. التكبير ده كتاب لا اسمه مو هذا ارجع لنفس النص. ارجع الجواب. قال الباب الباب الرابع، واحد الباب بين الرابع. قوسين انزل لي جوا، واحد بين قوسين انزل لي جوا. يلا يم ننزل. الأربعة. هي من يلا الأربعة. انزل. هي من الأربعة. هي من الأربعة. والصحيح أنه الباب الأول دون الرابع، لكن تبعا في ذلك نسخة البحار الموجودة. إيش أنزل؟ إيش في جوه يعني؟ هاي ما موجودة عندنا الرواية. ما هو فعلا أنت ما عندكش رواية معتبرة، دي حقيقة، ما أنا قلت لك كده. شنو ما عندنا رواية معتبرة؟ اقرأ كده بيقول لك عزيزي هاي مو روايتنا، هاي مو روايتنا. اهدى. بيقول لك في نزول آية إنما وليكم الله في شأن من؟ في شأنه عليه السلام. عليه السلام. ليست في الباب اللي هو باب ايه؟ نزول انما وليكم الله. ليست في الباب رواية ايش؟ معتبرة السند. معتبرة من سنة طريقنا. من ده عند طريقين. الشيعة شنو الموضوع؟ هسه اريد افهم الموضوع شنو هو؟ الموضوع اللي تخصه شنو هذا؟ الموضوع ان ما فيش رواية على وجه الارض شيعية ان هذه الآية نزلت في علي بن ابي طالب. وصلت ولا مو وصلت؟ لا عزيزي لا، كل تفاسيرنا الشيعية وحتى التفاسير السنية تقر بأن هاي الآية نزلت في علي بن أبي طالب. التفاسير السنية الإمام ابن كثير يقول
أن هذه الروايات كلها مرسلة وروايات مكذوبة. ابن كثير يقول أنها جاءت مسلسلة بالمجاهيل والضعفاء، فابن كثير رحمة الله عليه يقول أنها ليست صحيحة. تحب أثبت لك؟ اتفضل، أدي كتاب، يلا بالمرة، كتاب ابن كثير والدرر المنثور للسيوطي أهو. أدي كتاب الدرر المنثور للسيوطي، جلال الدين السيوطي أهو. يقول: وأخرج ابن مردوي عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائما يصلي فمر سائل وهو راكع. لا، روح للطبري. للطبري خلنا أكمل. طيب ليش تقاطعني؟ روح للطبري يا عزيزي خلنا أكمل. اصبر يا أستاذ أحمد، استنى يا أستاذ أحمد، هاجي لك تاني. اتفضل يا شيخ هاشم. يقول: وأخرج ابن مردوي عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب يقول أن كان علي بن أبي طالب قائما يصلي فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمة فنزلت: إنما وليكم الله. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: وقال ابن كثير: الضحاك لم يلقى ابن عباس، الرواية مرسلة. ثم قال عن هذه الأحاديث: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. فيا عزيزي احنا أعلم بكتبنا منك. هذا السيوطي. ارجع للطبري، روح للطبري. اهدى بس اهدى. فاحنا ما عندناش رواية. لا روح للطبري، روح للطبري. والطبري ما فيش رواية. اقرأ لنا انت رواية الطبري. يعني وابن كثير. لا استاذ هاشم، لا ما يصير هيك. رواية عن الضعفاء والكذابين، يعني مثلا زي عندك رواية ان الامام علي بعوضة، هل تقبل هذه الرواية ولا تقول ان الرواية ضعيفة؟ رواية ضعيفة طبعا. احسن. احنا عندنا بقى رواية انها نزلت في علي ضعيفة، والضعيف ليس بحجة، والسلام عليكم. لا لكن ما تقدر تكذب الطبري. إذا الآن هل يوجد آية تقول باتباع الأئمة وقد أثبتنا بفضل الله اتباع المهاجرين والأنصار بالقرآن؟ عندك آية ولا لا؟ اي عندي آية ثانية، مو مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ايش وين اتباع الأئمة فيها؟ اي أولي الأمر منكم، هاي اجت في علي بن أبي طالب هذا كذب. اثبت لو أنت رجل اثبت. وشنو كذب؟ شنو كذب؟ ايوه كذب. طب ما تثبت. في تفسير القمي، في تفسير البرهان، في تفسير نور الثقلين، في تفسير اثبت. شنو اقرا؟ طلع الرواية. ايه النصوص اللي بتشير اليه؟ ايه هي النصوص ولا الروايات اللي في مجمع بيان الطبرسي؟ قول النص. تفسير لا ما تقولش في الحته الفلانيه. قول. تفسير القمي قول جعفر النص. السبحاني اسقطوا. تفسير العياشي جعفر السبحاني اسقطوا. التفاسير وردت بها روايات تنص طلع لنا بقى روايه صحيحه في دينك كله انها نزلت فيهم. يلا تفضل. لا موجوده فيهم، وانا ما اتكلم شيء ضد مذهبي. موجوده هاتها. طيب يا استاذ احمد، لما هي موجوده هاتها. اتفضل. موجوده في هاي ذكرتها في الكتب. هسه يمك بس اكتب انما قول النص. لا قول لنا فين المصدر، رقم الصفحه، واحنا معاك. اتفضل. ما فيش روايه استاذ حسام وانت تعرف هذا الموضوع. الشيعي يجيب الروايه، احنا ما نساعد الشيعي، ينزل يجيب الروايه الجزء والصفحه ويقرا الروايه كامله، ثم بعد ذلك احنا نقول له ضعيفه عندك ولا نعطيك فرصه تجيب الروايه يا استاذ احمد. استاذ هاشم، الطبري الشيعي. ابن كثير شيعي. لا يوجد روايه في الطبري. اتحداك تجيب روايه في الطبري على اعتقادك هذا الفاسد. اتحداك. اقرا الروايه. موجوده بالطبري، انا قارئها. شنو؟ اقرا. زين راح اجيك. يلا آية ثالثة. دقيقة اصبر لي. هاي ما تقدر. لا اسمعنا. طب يعني خلاص. لا استنى بس. يعني اللي فاتت دي خلاص انت فشلت فيها؟ لا ما فشلت بيها استاذ حسام. احنا مو مناظرين، احنا محاورين يعني. ما انا فاهم. ما انت بتقول له ايه خلاص انا هجيب لك بقى ديت. لا خلاص دي ما فيهاش كلام. معناها كده اللي انت اللي فاتت انت خلاص فشلت في اثباتها. اولئك هم خير البريه. قالت اولئك هم خير البريه. اقرا السنه. نعم اقرا السنه. هاي في دقيقه ثواني بس. ثواني ابقى وياي. محاور. احنا عايزين نشوف القضيه بقى. ما انا عايز اشوف القضيه يا استاذ احمد. انا بدات اخاف وركبي بدات تخبط. عايزين نشوف القضيه دي. احبابنا الكرام، اتمنى من حضراتكم مشاركه البث ورفع البث يا احباب.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. عايزين بس الهمة في رفع البث أحبابنا الكرام، مشاركة البث حتى يصل لأكبر عدد من المتابعين. بارك الله فيكم. تفضل يا أستاذ أحمد. تفضلوا يا شيعة، لمن أراد أن يصعد معنا من الشيعة يتفضل بإرسال دعوة والضغط على كلمة الضيوف. تفضل. إنما تفضل. وليكم السند وين؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا تفسير الطبري. الله بالله السند وين؟ السند جايك. حدثنا ابن حميد قال ثنى عيسى بن فرقد عن أبي الجارود عن محمد بن علي أولئك هم خير البرية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت يا علي وشيعتك هم خير البرية. هذه القاضية المن؟ يلا الحين نجاوبك بقى. سد ميوت الحين نجاوبك كده انت احسن. راح ميوت. لكن انت نسيت حاجه بسيطه يا عزيزي. ده كتاب يا جماعه الخير اسمه سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه للشيخ الالباني. اتى بهذه الروايه يقول والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته لهم الفائزون. قال ابن تيميه موضوع. ليش موضوع؟ اخرجه ابن عساكر كنا عند النبي إلى آخره. يقول ورواه ابن جرير الطبري في التفسير من طريق ابن حميد ثنى عيسى بن فرقد عن أبي الجارود عن محمد بن علي أولئك خير البرية. قلت وهذا مرسل. محمد بن علي هو أبو جعفر البقر الثقة الفاضل المحتج به. لكن هذه الرواية الإشكال فيها وين؟ الإشكال فيها هنا عند هؤلاء. يقول شوف اسمع لكن السند إليه هالك فإن أبا الجارود واسمه زياد بن المنذر قال ابن معين كذاب. وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث. وابن حميد اسمه محمد حافظ ضعيف وروى الحديث مختصرا جدا بلفظ علي خير البرية إلى آخره. أيضا عندنا هنا في هذا الكتاب حدثنا حميد يقول الاسم الأول محمد بن علي ثقة. أبي الجارود رافضي يضع الحديث. عيسى بن فرقد مقبول. ابن حميد متروك الحديث. فالرواية يا ضيفنا المحترم متهالكة. وكما قلنا لك أن الرواية الضعيفة ليست بحجة بدليل أنك لم تقبل بالرواية التي قالت الإمام بعوضة أنها ضعيفة. فالضعيف ليس بحجة. هل عندك رواية صحيحة أخرى؟ اتفضل ائتنا بها. صلوا على محمد وآل محمد. السيد هاشم الهنداوي سقط تفسير الطبري بالكامل. يعني أنت سقطت تفسير القمي بالكامل لأنه قال أن علي بعوضة، وسقطت كتاب الاختصاص للمفيد بالكامل لأنه وصف أن الإمام حمار، وسقطت تفسير العياشي بالكامل لأنه وصف أن الإمام بهيمة، وسقطت تفسير نور الثقلين بالكامل لأنه أيضا قال أن الإمام بهيمة. أنت غبي يا ضيفنا للأسف. مش معنى أن الرواية ضعيفة احنا ما نتجاوز. انت الكرامه لسه حسام ما اتجاوز. اسمع لو انت دلوقتي عندك روايه ضعيفه في تفسير القمي تسقط تفسير القمي؟ جاوب علي. الطبري وين؟ يعني انت سقطت الطبري الحين يعني بسالك سؤال. سقط الطبري. هل يجوز هذا الكلام؟ لو روايه ضعيفه في الكتاب هل هذا يسقط الكتاب؟ طبعا يعني اي روايه تجي مخالفه المذهبك انت راح طبعا بسهوله. لا انا دلوقتي يا دكتور حسام رافضي. اشهد يا دكتور حسام. اشهد يا دكتور حسام. معنى ان الروايه معاك يا شيخ هاشم يا دكتور حسام معنى كده ان احنا هنسقط الكتاب صح؟ تعال اوريك الضيف الشيعي سقط كم كتاب عنده. اي كتاب الان نطلع منه روايه نساله ضعيفه ولا صحيحه؟ يقول لك ضعيفه نقول سقطوا. ده تفسير نور الثقلين لمين يا دكتور حسام؟ المحدث الجليل العلامة الحبر الشيخ المحوزي. ماذا يقول؟ عن المفضل قال سألت الصادق عن قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، فقال البهيمة هنا الولي والأنعام المؤمنون. الرواية دي ضعيفة ولا صحيحة يا أحمد؟ أستاذ أحمد تفسير الحويزي. أيوة تفسير الحويزي الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة؟ صحيحة تفسير ولا غير ضعيفة؟ معتمد عندنا. تفسير غير معتمد. الله أكبر. كبروا يا غير معتمد. أنا أقول لك غير معتمد. الحويزي سقط. أنت تقول الطبري غير معتمد. أنت أتحداك تقول الطبري غير معتمد. أتحداك يا عزيزي. طب استنى لحظة يا أستاذ أحمد. لحظة. إيه اللي أنت عايز تقوله يا شيخ هاشم؟
دلوقتي يا دكتور حسام لما طلعنا له رواية، لما هو جاب رواية في تفسير الطبري، فإحنا أثبتنا أن الرواية ضعيفة، الضيف الشيعي قال لك إيه؟ إذن يسقط الطبري. الحين جبنا رواية تصف الإمام بالبهيمة في تفسير الحويزي المحدث الجليل عند الشيعة. الآن هل الضيف الشيعي يقول سقط الحويزي لأنه أتى برواية تصف الإمام بالبهيمة؟ ولا ما يسقط؟ سقط الحويزي، سقط الحويزي. انت سقط الطبري، سقط الطبري، يلا سقط خلاص. الطبري. لا ما لا لا، تقدر. سقط الطبري. لا استنى، العياشي ده تفسير ما تقدر، العياشي يا والله ما دكتور تقدر. حسام. تفسير العياشي يا دكتور حسام حلو. عن المفضل نعم. سألت الصادق عن قوله تعالى، سجلوا يا اخوان الشعب سقط دينه، أحلت لكم بهيمة الأنعام، فقال البهيمة هنا الولي والأنعام المؤمنون. الحين هل تسقط العياشي؟ يسألك تسقط العياشي يا أستاذ سعدي؟ هذه روايات وردت في هذه تسقط الآية. العياشي؟ العلماء هم من يضعفون وهم من يقوون، لكن أحسن. انت خلاص، ما ليش تقدر اعترضت علينا طيب؟ الطبري ما تقدر. ليش اعترضت علينا لما ضعفنا الرواية؟ الحين انت سقطت الحويزي، اسقطناه رميناه خلاص. تسقط العياشي لانه اتى برواية تصف الامام بالبهيمة؟ تسقط العياشي ولا انت لا؟ ضعفت علماءنا، ضعفوا. تسقط العياشي ضعفوا. ولا لا؟ يا ضفنا اتق الله. تسقط العياشي ولا لا بيقول لك؟ لا، هاي رواية ضعفوها يا استاذ حسام، رواية احسن. ضعفوها خلاص، علماءنا. شكرا لك مثل يا ما شكراً هاشم يا الهنداوي دكتور. ضعف، احنا هم اذا نضعف. هو سقط العياشي، لكن احنا أيضاً نعترف سقط اللوامع ونقول اكو النورانية، خطأ. هاشم سقط تفسير الهنداوي البرهان. نعم. سقط تفسير البرهان ايضا. كده علماء الشيعة كلهم ساقطين عند الضيف المحترم، لانه طيب سأكتفي بهذا القدر معك يا أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك. وسنة استاذ حسام، الله يحفظك. أشكرك. شفت يا دكتور حسام؟ تنبيه للإخوة. شفتوا يا إخوان هنا الإلزام ده إلزام مهم جدا. إحنا دلوقتي لما جاب لنا رواية في تفسير الطبري، ما طبعا أي واحد طالب علم لسه في ألف به علم يعلم إن الطبري لم يشترط الصحة في كتابه، فلما يأتي برواية في تفسيره وهذه الرواية فيها راوي ضعيف، مش معنى كده إن الطبري ناقل، فهذا لا يلزم الطبري، لأن الطبري لم يقل أن هذه الرواية صحيحة. تمام؟ يبقى الرواية هنا ضعفناها. لما احنا نيجي نسألك يا شيعي، الآن عندك تفسير البرهان، تفسير العياشي، تفسير نور الثقلين يصف الإمام بالبهيمة، توافق يا شيعي؟ يقول لك الرواية ضعيفة. هل تسقط علماءك؟ هو تلفظ أسقط عالم من علمائه الحويزي لأجل أن ينتصر لتضعيف الرواية. شفت يا دكتور حسام المعتقد الشيعي كيف يكون؟ سقط عالم، قال لك طيب. سقط الحويزي. ما تجرأ محاور شيعي أو عالم شيعي يقول بمثل هذا العامي المسكين. طيب أنا سأنتقل إلى الأستاذ أبو علي الدخيل، أعرف يعني هل يتفق معه في الطرح ولا لا، لكن خلوني أيضا أجدد التحية على جميع المتابعين، وأرجو من المتابعين مشاركة البث، ولكل من يتابعنا من الشيعة لمن أراد أن يصعد معنا يتفضل بإرسال دعوة والضغط على كلمة الضيوف. وأكد أيضا على الثوابت الأساسية لهذه المنصة، الاحترام المتبادل بين كافة الأطراف. وأكرر السؤال اللي طرحناه في البداية: هل لو أني أتبع المهاجرين والأنصار بإحسان دون اتباع الائمه اكون على هدى ام على ضلال؟ هذا السؤال يجيب عليه الاستاذ ابو علي. استاذ ابو علي حياك الله. استاذ ابو علي. استاذ ابو علي سامعني؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعتني يا استاذ ابو علي؟ حياكم الله. اي سمعتك. انا سامعك دلوقتي. سمعتك. تفضل يا فندم. خل اجاوب الشيخ هاشم. اولا قال ابن تيمية عن تفسير الطبري إنه لا ينقل عن المتهمين غير الضعفاء والمتهمين والمتروكين، فابن تيمية يصحح تفسير الطبري، فليس لك أن تحتج على صحيح الطبري. هذه أولا. ثانيا لا يوجد تفسير من تفاسير كتبك تخلو من هذه الرواية. رواية تصدق علي بالخاتم أتحداك أن تأتيني بتفسير واحد لا يقول بهذه الرواية، وأتحداك أن يكون كل تفاسيرك سند. خلينا نجاوب. خلينا نكمل. لا حاضر اهدى واحدة. هو حضرتك مش هتطرح 30 مسألة. أنا بس أجيب. اهدى يا عزيزي، اهدى بس. هنرد عليك على تحدي، ما عندناش مشكلة. هربت من سؤالنا ومع ذلك هنجاوبك ونديك هذا الكلام القاسم لك. هذا كتاب الدرر المنثور، هذا لجلال الدين السيوطي، تمام؟ ونقل هذه الرواية. قال المحقق اللي هو الدكتور عبد السلام، لا تقاطع يا رجل، مالك خايف.
اصبر يا استاذ ابو علي، بس نقطه نظام بعد اذنك في الحوار. تحدثنا اجي لك تاني تتكلم او ترد على كلامه. اهدى يا عزيزي، ابين كذبك على اهل السنه. هو ادعى ان التفاسير، هل يقول كما في تفسير ابن كثير، وقال الامام ابن كثير الضحاك لم يلقى ابن عباس، وقال عن هذه الاحاديث والاثار وليس يصح شيء منها بالكليه لضعف اسانيدها وجهاله رجالها. فادي تفسير الدرر المنثور، والمحقق يضعف الروايه، وايضا ينقل كلام ابن كثير انها جاءت عن المجاهيل. لما انا بقى انت تجاوبني هل صدق هذا مشرعة بحار الانوار لآصف محسني عندما قال ان في نزول الايه انما وليكم الله ورسوله ليست في الباب روايه معتبره سندا من طريقنا، فهل انت تصدق آصف محسني وتقول نعم نحن كشيعه لا يوجد عندنا روايه معتبره سندا ان علي تصدق بالخاتم؟ وردت لك عليك ابن كثير. رد على العالم بتاعك زي ما انا رديت على العالم بتاعي ان ابن تيميه رحمه الله عليه يقول في منهاج السنه اذا جاء المؤرخ والمفسر، وهنا اطلق المفسر، بنقل بلا اسناد فلا يكون قوله معتمد. وابن تيميه ما قصد ان تفسير الطبري كله صحيح، يعني تفسير الطبري عند اهل السنه تفسير شامل ومعتمد، لكن لم يقل ابدا ابن تيميه ان كل ما في الطبري صحيح. فلا تدلس على الامام ابن تيميه. الان اجبني، هل صدق آصف محسني الذي يقول الشيعة قاطبة، وانا اتحداك ان تثبت في دينك الشيعي ان هذه الايه نزلت في علي وان علي تصدق بالخاتم؟ وعد شرف مني اعتزل الحوارات مدى الحياه. فهل تصدق آصف محسني؟ واعطيني روايه في دينك تنصر بها دينك ان علي تصدق بالختم في كتبه. اولا حتى لو لم تكن عندنا روايه بسند الصحيح فهذه متواتره، والتواتر لا يلزم عندي وعندك لا يلزم السند الصحيح. اتحداك تاتي عرف لي المتواتر. ما معنى المتواتر؟ ما معنى المتواتر؟ عرف لي المتواتر يا ابو علي. يا رجل اسمع، خليني اتكلم. عرف لي المتواتر يا ابو علي. اهدى بس. الذي ينقله جمع عن جمع. حلو. اعطيني 3 اسانيد في دينك كله، 3 اسانيد في دينك كله ان علي تصدق بالخاتم. هذا مو حوار رجال، هذا مو حوار رجال. مش انت ادعيت ان هو متواتر؟ اعطيني 5 دقائق. انت ادعيت ان هو متواتر، انت ادعيت ان هو متواتر، وجب عليك ان تثبت التواتر. اثبت التواتر، هات لنا 3 اسانيد بس للروايه دي، 3 اسانيد. هسه اعطيك من الطبري 3 اسانيد. لا انت قلت عندنا متواتر، لا تكذب على كتبك. انت قلت عندنا متواتر. اعطيني 3 اسانيد في دينك انت الشيعي، 3 اسانيد في دينك انت الشيعي بان علي يا ابو علي. انت قلت متواتر يا استاذ ابو علي؟ المتواتر عندنا يا دكتور حسام، صح ولا لا؟ متواتر. يعني متواتر طيب. عندك لا تقبل. يعطينا 3 اسانيد. متواتر عندي وعندك. اعطيني بقى، اثبت لي التواتر عندك، اثبت لي التواتر عندك. اتفضل. هو المتواتر ام تنكر تواتره؟ اثبت لي التواتر ماشي عندك. طب اتفضل اثبت لنا التواتر، اثبت لنا التواتر غير حتى ينكر تواتره حتى اثبت التواتر عندك. ينكر تواتره انت مش هيسكت. اثبت التواتر خلاص عندك. ينكر او لا ينكر، انت عليك الاثبات فقط لا غير. انت بقى يعني دعك هو ينكر او لا ينكر. انت يا استاذ ابو علي، انت اثبت لنا هذا التواتر. اتفضل افتح المايك. اتفضل. اثبت التواتر. هو مش قال لك التواتر؟ انا اتحداه يثبت التواتر في دينه حتى لو بالضعيف، مع اني يلا اتفضل يا استاذ ابو علي. انا عايز اثبت التواتر. لا اسمع، لو تسكت وتخليني اتكلم لو انزل، لان انت ما لا ما تثبت لنا التواتر. اثبت لنا التواتر الاول. اتفضل. اعطيك المجال لكن اثبت لنا التواتر. ما تقدر تواجهني. سيبوا كتم عنه يا شباب بعد اذنك. يا ابو علي بس نقطة نظام في الحوار لو سمحت. الان انت ادعيت انها متواترة صح؟ نعم هي متواترة عندك في كل طيب. في كل لا يا استاذ ابو علي دعك من عندنا يا استاذ ابو علي انت لا تثبت دينك من كتبنا، انت تثبت دينك من كتبك. الان من كتبك رغم انفك اثبت.
والله اسمع انك بس سيء اسمع الادب. بس وتأدب يا أبو علي، لا تكن تربية حسينيات. تمام يا أبو علي؟ راح فين؟ كنتوا خلوه يا شباب يعني. شوف يا دكتور حسام، شوف ابن تيمية، الشيعة بيدلسوا على ابن تيمية، عيني عينك. بصوا يا جماعة، ده ابن تيمية اهو، ده منهاج السنة. الشيعي كلما انحشر يا جماعة يذهب إلى السب. أنا عارف إن هو بيطلب مني إن أنا أنزله، لكن بشكل غير مباشر. ليه يتجاوز علشان أنزله؟ فأنا كنت عايز إن أنا يعني أضيع عليه هذه الفرصة يعني. ده ابن تيمية اللي اتفضل يا بيكذب شيخ. عليه منهاج السنة، وبيقول لك ايه؟ فالمتكلم، شوف يا دكتور حسام، كلام دقيق لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. فالمتكلم والمفسر والمؤرخ وغير ونحوهم لو ادعى أحدهم نقلا مجردا بلا إسناد ثابت، بلا إسناد إيش؟ ثابت، يعني ثابت. لازم الإسناد يكون ثابت لم يعتمد عليه. فابن تيمية قال لك أي مفسر على وجه الأرض لا يأتي بإسناد ثابت يبقى ليس بعمدة. كلام صريح أهو. فليش تدلس على ابن تيمية يا شيعي يا رافضي؟ ليش؟ طيب اتفضلوا يا شيخ، لمن أراد أن يصعد معنا يتفضل بإرسال دعوة والضغط على كلمة الضيوف يصعد معنا حول هذا الموضوع. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ أبو آدم، حياك الله. اسمحكم في 30 ثانية بس، عندي نقطة على اتفضل على راسنا، اتفضل يا غالي على راسنا. شيخ الإسلام. طبعا يعني بعد كلام الشيخ هاشم حفظه الله ورعاه، يعني هذا بيان واضح ان المسألة مسألة صحة النقل، وليس المسألة بوجود رواية أو روايات حتى لو وجدت في كتب كثيرة ليس معناه أن هي أصبحت حجة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج ذكر تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أيضا، وقال: وإذا كان في بعض كتب التفاسير أو التفسير التي ينقل منها الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير وابن أبي حاتم، لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على صحته باتفاق أهل العلم، فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف. فإذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أدرج فيه كلام الطبري. أما كلامه رحمه الله تعالى على تفسير الطبري في مقدمة أصول التفسير اللي هو تحدث فيها إن هو أتى بالأسانيد وأنه كان يتبع السلف، مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا على من باب العموم وليس من باب الخصوص، لأن من باب العموم نعم هو الرجل في إجمال تفسيره ينقل عن السلف رضوان الله عليهم، ولكن هل معنى ذلك أن الإمام ابن كثير لا ينقل أيضا في تفسيره عن ما خلا ذلك؟ لا طبعا ينقل في تفسيره. ومسألة أنت وشيعتك خير البرية، طيب ما احنا عايزين نعرف أي شيعة فيهم، الزيدية ولا الفضحية ولا النووسية ولا الواقفة ولا مين؟ ما كلهم بيقولوا إن احنا شيعة علي. وبالتالي إذا كان كذلك وأنت وشيعتك خير البرية، معنى ذلك كل من تشيع على علي رضي الله عنه وأرضاه المفروض يكون خير البرية، فكيف تكفرون الزيدية والواقفة والفضحية وكل هؤلاء؟ يعني انتوا يعني يا اماميه انتوا في مخكم. يعني اذا معنى ذلك لو كنتوا تحتجوا بهذه الروايه اذا بطل قولكم في باقي الفرق انها ليست على الهدى، ولا بد ان تقولوا بايمان الزيديه والفضحيه والواقفه والناووسيه وغيره. جزاكم الله خير. نعم، الله يحفظك ويبارك فيك حبيبنا الغالي، الله يبارك فيك. شكرا ليك على هذه المشاركه اللي شرفتنا بها. تفضلوا يا شيخ، من اراد ان يصعد معنا يتفضل. نكرر السؤال مرة ثانية: هل لو أني قلت سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان دون اتباع الأئمة هل أكون على هدى أم على ضلال؟ لو أني قلت سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان دون اتباع الأئمة أكون على هدى أم على ضلال؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، حياك الله.
حياك الله دكتور حسام والدكتور هاشم. لماذا نزلتوه؟ حياك الله. السيد لما انحشر بدأ يتجاوز، هو لما انحشر بدأ يتجاوز. المفروض أنكم ما تنزلوه، خلوه محصور، ما تنزلوه. لماذا نزلتوه؟ والله أنا غاضني الحال، لماذا تنزلوه؟ هو خفنا لما يموت، اعتصم خفنا يموت يلبسنا تهمة، خفنا لا. يموت يلبسنا تهمة. انت عارف عندنا عيال، انت عارف احنا اصحاب عيال. لا ما تنزلوه، خلوا عندما ينحصر الشخص ويريد النزول ما تتركوا له مجال، اتركه محصور، اتركه يتجاوز. وثانيا ما هيفطس. عندنا في حتى في السنة، احنا عندنا في السنة روايات أن علي رضي الله عنه تصدق بخاتم. هات لنا روايات، خليه محصور. جزاكم الله خير على تصعيد. الله يحفظك، شكرا لك. بارك الله فيكم. اشكرك شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. طيب تفضلوا يا شيعة، لمن اراد ان يصعد معنا يتفضل بارسال دعوه الضغط على كلمه الضيوف. تفضلوا يا شيعة. سؤال صعب انا عارف، لكن يعني نتمنى من الشيعة ان يكون عندهم القدره للاجابه على هذا هو السؤال. اي اجابه يا دكتور حسام زي ما انت شايفها تبقى لف ودوران، ما حدش يقدر يعطيك جواب نعم يدخل، مع ان ده نص قراني، يعني ما فيش كلام. والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. خلاص نعم. رضي الله عنهم وادخلهم الجنه كمان. ده انا كنت بسال كيف الله يرضى عن أناس ويدخلهم الجنة وهم لا يعتقدون أن أصلا علي الخليفة الأول؟ سؤال حير معممين الشيعة، ما استطاع أحد على وجه الأرض أن يجيب عليه. زي ما أنت شايف بقى لف ودوران ويروح شمال ويمين، رغم أن احنا بنروح معاه، لكن لازم نرجعهم لأصل السؤال اللي ما فيش عليه إجابة. سبب المراوغة إيه يا شيخ هاشم تحديدا في هذه الآية؟ هل عدم يعني لأن هذه الآية من الآيات التي تثبت أولا عدالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات التي يعني تدل على فضائل الصحابة الكرام، فبالتالي الشيعي يحاول بقدر الإمكان أن يراوغ فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة. يا دكتور حسام، الآية دي الجواب عنها يهدم المعتقد الشيعي. ما أنا قلت أنا هتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، مش محتاج أئمتك في حاجة. عندك مانع؟ ومعايا قرآن. عندك مانع يا شيعي؟ يقول لك عنده مانع. فإذا الشيعي أصلا يكذب القرآن، ما يعتقد صدق، يعني يطعن في صدق الله عز وجل. لأن ما فيش ولا واحد يا دكتور حسام من المهاجرين والأنصار يعتقد إن علي هو الإمام بعد النبي. فكيف الله يرضى عنهم ويدخلهم الجنة وهم لا يعتقدون أصلا أن علي هو الإمام بعد النبي؟ والمفيد يقول لك اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة أو جحد ما أوجب الله عليه من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. كيف كان هكذا وهم في الجنة؟ طيب حياك الله أستاذ سلمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذ حسام والشيخ هاشم الداوي، تحية لكم جميعا. ولهذا من أجل نعم من كل أجل هذا تفضل. بارك الله. من أجل هذه الآيات قالوا القرآن محرف، لأنهم صدموا ثم قالوا بأن القرآن له باطن و70 باطن، حتى يقولون بأن هذه الآيات غير واضحة. ثم هذا الحديث أنت وشيعتك خير البرية، دابا أنا أقول لو صح الحديث لكان علي وشيعته أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وشيعتك، قالوا أنت وشيعتك. إذا صح الحديث إذن تقولون بأن علي أفضل من رسول الله. لو كان الحديث على الأقل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وشيعتك. فهذا الحديث باطل سندا وباطل حتى متنا، وجزاكم الله خير. نعم بارك الله فيك يا أستاذ سلمان، شكرا لك على هذه المشاركة. طيب لمن أراد من الشيعة أن يصعد معنا يتفضل بإرسال دعوة الضغط على كلمة الضيوف. نكرر مرة أخرى السؤال: هل لو أني قلت سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان دون اتباع الأئمة أكون على هدى أم أكون على ضلال؟ فلمن استطاع من الشيعة أن يجاوب على هذا السؤال. تفضل. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم سيد مهدي. لا قفل. كنت أسلمه لك.
يعني هم دول يعني بيشوفوا دلوقتي او بقوا بيحسوا بيك يا شيخ هاشم. بقى الصوت خلاص معروف، مش عارف اعمل ايه. الصوت اشيل اللوز. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله المستعان. طيب اتفضلوا يا شيعة، نترك لكم المجال، نترك لكم فرصة وعليكم ذهبية السلام يا تثبتوا سيد بها مهدي. دينكم. نعم. سيد مهدي، سيد مهدي، معك دكتور حسام الإعلامي عنده سؤال لو تكرمت. اتفضل. سيد مهدي السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك سيد مهدي. نتحدث في موضوع اتباع الأئمة، وهل بالفعل الشيعة يتبعون الأئمة اتباع حقا ولا هي مجرد ادعاءات؟ فلذلك طرحنا سؤال: هل لو أني قلت سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان دون اتباع الأئمة، هل نكون على هدى أم نكون على ضلال؟ يا سيد أكرر لحضرتك مرة ثانية. لو أني اتبعت المهاجرين والأنصار بإحسان بنص القرآن الكريم، هل هذا يكفيني لدخول الجنة ولا لا يكفيني؟ يعني تتبع جميع المهاجرين والأنصار؟ مش مهم الجميع، المهم إنه هو هيتبع المهاجرين والأنصار بإحسان. هل هذا يكفيه لدخول الجنة بنص القرآن ولا لا؟ بس اسمعني، وين كان نهاية الجهاد وما ادري بك انت جاي تسجل، انا متنزل لك في مقطع تقول سالت فلان واجابك، بس انا اجاوبك بجواب مختصر لان انا جاي اسوق بالسياره. انت فهمت سؤالنا ولا لا الاول؟ افهم، اكيد افهم سؤال. الله عز وجل اخبرنا ان من اتبع المهاجرين والانصار باحسان الله يرضى عنه ويدخله الجنه، فهل فعلا انت تصدق بهذا؟ هذا السؤال لك ايضا، هذا على اطلاقه؟ نعم على اطلاقه. أي والله أطلق. نعم. يعني ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، دول هم تتبعهم أنت؟ أحسنت، من أهل المدينة، يعني من بعض أهل المدينة، لكن المهاجرين ما فيهمش واحد من المنافقين. المهاجرين ما فيهمش، والمنافق أصلا لا يطلق، لا يرضى الله عنه. هو المنافق الله يرضى عنه يا شيخ. لك تقول الصحابة، المنافق صحابي. المنافق ليس من أنصار النبي، ده منافق، هيكون من الأنصار إزاي؟ أنت بكيفك تفترض، بكيفك؟ مش بكيفي، هو ينفع يكون منافق من الأنصار؟ اسمعني. أنت تقرأ القرآن ولا تفهم النص القرآني؟ خليني أحكي. احكي. إزاي منافق ونتبعه؟ من هذول اللي اقتتلوا؟ احنا بنناقشك في المهاجرين والأنصار. ليش؟ أنا جاي أسألك محدد. أنا بسألك على المهاجرين والأنصار. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن من اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان الله يرضى عنه. فالآن أنا أقول مثلا أنا أتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، هل الله عز وجل يدخلني الجنة ولا لابد أن أتبع أئمة الشيعة؟ سؤال واضح، أجب. هسه تفهمت، خل أجاوبك. يلا أجب. وإن طائفة أنت تقول منافقين؟ أقول له المهاجر السابقون الأولون من المهاجرين، يروح يكفر على الآية. هو ده السيد مهدي من يمثل الشيعة. جاوبني على الآية القرآنية أولا قبل أن تطفر. الآن الله عز وجل بعد لك السؤال ل5 مرة، أنت في بث مباشر. الله عز وجل قال أن هرب. قفل. طيب بس علق لنا بس على كلامه بعض المغالطات اللي هو جاء بيها حتى نبينها للمتابع. هو دلوقتي يا دكتور حسام في مسألة في قمة الخطورة. المعممين الشيعة بيضحكوا على العوام. يقول لك طب ما هو ربنا قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طب يا دكتور حسام هو أصلا المنافق أنصاري؟ لا. ده منافق لا يطلق عليه أصلا أنه من أنصار النبي. من أنصار النبي يعني المؤمنون الذين كانوا ينصرون النبي. لذلك المنافقين عندما اعتذروا الله عز وجل يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذا النبي كان يعلم بعض المنافقين، فالمنافق لا يكون من أنصار النبي. فلأجل ذلك أنا أتبع المهاجرين والأنصار ولا أتبع أئمتك، لا يلزمني في شيء على هذا المفهوم، لأن أئمتك الله لم يذكر اتباعهم بشطر آية واحدة.
في القرآن الكريم. نعم. طيب نساعد احبابنا الكرام لمن اراد من الشيعة ان يصعد معنا. يتفضل استاذ ناصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا استاذ ابو ادم. لحظه واحده يا استاذ ناصر. تفضل استاذ ابو ادم. عندي بس على مسألة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهذه الآية فهم تدحض كل ادعاءات الشيعة. ليه؟ الله سبحانه وتعالى عندما بدأ بالآية قال: هم يقولون أن من ليست بيانية، وإنما من هنا تبعيضية. تمام. المهاجرين والأنصار، هل الله سبحانه وتعالى لما قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، هل المهاجرين من أهل المدينة؟ بالطبع لا. وبالتالي فالمهاجرين ليس فيهم منافقون، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لما عطف والأنصار على المهاجرين، إذا معنى ذلك أن المهاجرين، لأن العطف هنا يأخذ حكم المعطوف عليه، فالمهاجرين والأنصار لا يوجد فيهم منافق. بارك الله فيك يا أستاذ أبو علي. أستاذ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. اتباع المهاجرين والأنصار، هل هذا يكفي؟ كلا كلا وكلا. والدليل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكم علينا كمسلمين لمن نتبع. مو انت تقول لي يا شيخ فلان او فلان يقول لي تتبع المهاجرين والانصار. لا، رسول الله دا جاوبك لحظه. رسول الله امرنا رسول الله باتباع الكتاب والعتره، ولم يامرنا. طب الايه نعمل فيها ايه؟ الايه نعمل فيها ايه؟ اتباعهم باحسان. الايه لم تشر الاتباع الكامل، وانما اتباع باحسان. اما الاتباع الكامل الذي فرضه الذي اسمع لا مو خلاص اسمع. اهدى يا استاذ عبد. خلاص احنا هنتبع الانصار باحسان ومش ما نتبعهم. مو كيفك انت. رسول الله امرنا اتباع العتره. رسول الله اسمع بس يا استاذ ناصر لان العباره الاخيره اللي انت قلتها انت تتفق معنا فيها. يا ناصر العباره الاخيره اللي انت قلتها هو اتفاق معنا في الطرح. لا ما نتبع المهاجرين والانصار باحسان. خلاص احنا هنتبع باحسان. يا ناصر اهدى. احنا هنتبع المهاجرين والانصار باحسان، مش هنتبع الائمه. خلاص عايزين حاجه؟ خلي اكمل كلامه وتقول ما ياكلك. اتفضل. اجبنا على هذه الايه لو سمحت. اجيبك. الذي امر المسلمين. وبعدين لا تكذب. النبي ما امر باتباع العتره. لا تكذب. اسمع يا حبيبي. لا اكذب. شو لا اكذب؟ حديث متواتر عندك وعندي. إني كانت فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. لا تكذب. ليس متواتر. يا أبوي اسمع يا عمي اسمع. إذا اسمع أنت أنا هذا يقول لك ليس متواتر. لا مو كيفك متواتر. كل المسلمين يعترفون به. وصححه الألباني. تكذب. أهل السنة يضعفونه. نعم تكذب. اقرأ كتبك. لا أنت ما قال كتبك. المهم شوف. المهم حتى أقول لكم على خطأ وعلى وهم. اقرأ السند. لا تكذب وتدلس. اقرأ خليني اكمل هذا. لا سند. لا تكذب. اقرا لنا السند يا استاذ ناصر. اتفضل. صححه الالباني. اروح اكتب الالباني. شو اقرا كلام الالباني. شو نقرا كلام الالباني؟ انت وقت انا قال كلام الالباني. مش الان اقول لك رسول الله لم يامر باتباع المهاجرين والانصار. كلام الالباني. يا استاذ ناصر ما هو انت اللي قلت الالباني صححه. طب ما هو قال لك اقرا كلام الالباني. ايش هذا؟ مش انت اللي قلت؟ هذا ما يلحق يكتم. ليش يكتم ما ادري يا اخي. شو مسوي كتبنا؟ ليش يكتم؟ لا هو ده عايز يفضل يتكلم كده. يا استاذ ناصر انت قلت الالباني صححه. طب ما تذكر كلام الالباني. حسام رسول الله ما قال تبع المهاجرين والانصار، قال تبع العتره. النبي ما قال تبع العتره. لا تكذب. ليش في ضلاله؟ لا تكذب على النبي. لا تكذب على النبي يا كذاب. اقسم برب الكعبه. فين النبي قال اتبعوا العتره؟ فين النبي قال اتبعوا العتره يا استاذ ناصر؟ يا كذاب. حديث ثقلين. تذكرون حديث ثقلين؟ يا كذاب. النبي ما قال اتبعوا العتره. انت اثبت لنا في حديث الثقلين اللي هو اتباع العتره. فين؟ ولا شو منهم الثقلين؟ كتاب الله وعتره. فين اتباع العتره؟ الكتاب والعتره الثقلين هم الكتاب والعتره. ده الدليل على الاتباع المطلق يا شيخ هاشم. هذا دليل على الاتباع المطلق. نعم لم يقل اتباع المهاجرين والانصار ابدا. رسول الله لم يامر باتباع المهاجرين والانصار. استنى. اهدى خلينا نرد عليه. اصبر. اهدى.
أولا يا دكتور حسام، هذا الرجل يكذب على النبي. النبي ما قال اتبعوا العطرة قط بأي رواية صحيحة على وجه الأرض، ده واحد. وأنا أتحدى ولو طلع رواية دلوقتي إن النبي قال اتبعوا بهذا النص اتبعوا العطرة، قسما بالله ما أطلع أحاور مدى الحياة. ده يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ده واحد. رقم اثنين، أنا قلت له اقرأ كلام الألباني. اهدى يا عزيزي، خلينا نعلمك الكلام اللي في الكتب مش الكلام اللي انت سامعه من الحسينيات. والله اهدى. الشيخ الألباني عندما صحح يا دكتور حسام صحح بالشواهد والمتابعات، لذلك قال وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعطرتي، قال فيها زيد بن الحسن الأنماطي، قال أبو حاتم منكر الحديث، وقال البخاري ضعيف، ولكن صح فإن له شاهد. وذكر رواية مسلم عندما قال النبي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ولو فتح الآن الصفحة للشيخ الألباني وما لقيش الكلام اللي أنا بقوله ده بالنص، أعتزل الحوارات مدى الحياة. فهذا رجل يكذب على النبي. يقدر يطلع لنا الكتاب ويقرأ منه يا مرحبا، ما يقدر يقرأ من الكتاب يبقى يبطل هرطقة. اتفضل يا أستاذ ناصر، تقدر تقرأ لنا من الكتاب؟ خلصت بس يا حسام. تقدر تقرأ من الكتاب ولا لا؟ احنا بهذه الطريقة والله ما نصل للحق، والله نمالي حتى نكون على الصراط الغير مستقيم. هذا طريق، ما انت حضرتك طريق صاحبك طريق الضلاله. استاذ ناصر اهدى. استاذ ناصر، من الذي نقل حديث كتاب الله وعطرتي؟ مسلم، في صحيح مسلم، صحيح الكتب عندك. من الذي نقله؟ كذب على صحيح مسلم. اقول لك صحيح مسلم يا استاذ. ايوه من الذي نقله؟ ليس زيد بن ثابت، واحد من اسمعني. ايوه زيد بن ارقم، صح؟ زين صح. شو مشكله؟ يعني انت بتتبع زيد بن ارقم؟ شنو تتبع زيد؟ لا الحديث. انت بتتبع زيد بن ارقم. رسول الله امرني بالحديث اتبع الكتاب والعطره. يا حبيبي شنو تتبع زيد؟ لو سمحت، اللي نقل لك الان الحديث انت تتبعه في هذا الحديث؟ ليش جبت هذا؟ انت تتبعه في هذا الحديث؟ بس جاوبني، انت تتبعه في هذا الحديث؟ يا اخي حسام حاكي ليش حاطين على الكتب؟ زيد يا بن استاذ ناصر، بس عشان تدخل الاصوات. ما تدخل اصوات، ما اتكلم ثاني. شو تدخل اصوات؟ استاذ ناصر اهدالي، انت تتبع زيد بن ارقم في هذا الحديث؟ اتبع فهو الحديث من رسول الله. تتبع زيد بن ارقم، هذا من كلام زيد بن ارقم تتبعه. شنو علاقه زيد بن ارقم؟ ناقل حديث يعني لو زيد بن ارقم نقل لك تتبعه. احاديث رسول الله في البخاري تتبع الاحاديث. يا استاذ هل تتبع زيد بن ارقم؟ انت حديثك تتبع زيد بن ارقم؟ انت في البخاري تتبع من؟ تتبع يا استاذ، ما انت ليش ما تجاوب؟ جاوبك، انا جاوبتك. يعني ما نقله زيد بن ارقم حجه عليك؟ ما نقله زيد بن ارقم حجه عليك؟ نعم ثبت عندنا صحيح. الله اكبر. اذا بطل اتباع الائمه. شكرا ليك. اذا الصحابه حجه. شكرا انتهى الموضوع. يلا روح. طيب شكرا يا استاذ ناصر. لحظه يا الله معنى الكلام ده هنا يا شيخ هاشم. استاذ ابو ادم دلوقتي يعني قال له ان هو الان هو بالفعل اتبع شخص غير الائمه، يعني هو نفسه اتبع غير الائمه، اتبع زيد بن ارقم، لان زيد بن ارقم صحابي، وعند الشيعة لا يؤخذ الدين الا من الائمه. فالائمه الان ما نقلوا هذه الروايه بروايه صحيحه عندهم. طيب اتفضلوا يا شيعة، من أراد أن يصعد معنا يتفضل حول هذا الموضوع، يصعد معنا مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلونا نكرر السؤال مرة ثانية. هل لو أني قلت سأتبع المهاجرين والأنصار بإحسان دون اتباع الأئمة أكون على هدى أم على ضلال؟ السلام عليكم يا ضيف، حياك الله. حسام خلي بثك منصف وطي وقت اللي هنداوي ولي وقت. لو لم أكن منصفا ما كنت أنت موجودا معي الآن. أنت سلفي نعرفك، أنت خلي بثك منصف. لا تبرر. أنا مسلم دون أي مسميات. الآن يا ضيف درويش يسلم عليك. محمد درويش هنداوي. ما تجيبوا محمد درويش. مين محمد درويش؟ مين محمد درويش؟ لا خلوها يا جماعة، خلوها يا جماعة بس عشان أنا بحب أعرف، أنا بحب أعرف مين تربية الحسينيات، يعني اللي بيبقى متربي تربية الحسينيات بيبقى قل هنداوي من هو محمد درويش؟ أنا أدعس على معممينك بالنعل يا عزيز.
انا عايز اقول لكم على حاجه يعني. محمد درويش العاملي أنا يعرفه أطحن كل زين ومسجل البث ماله، هو يعرفه كل زين. يا ضيف مقاس كام محمد درويش ده؟ مقاس كام؟ انا مش عارف محمد درويش ده اضعف معمم على وجه الارض. الشيخ يا ضيف كل المحاورين يحترمونه. ضيف انا احترم المحترم. اسمع انا احترم المحترم، انا احترم الشخص المحترم. اما الشخص الذي يتطاول قليل الادب، الشخص الذي يتطاول قليل الادب عندي استطاعه والله لولا اني احترم المشاهد واحترم المتابعين، وانا تربيه يعني تربيتي التربيه الاخلاقيه الدينيه، ديني واخلاقي، ديني اولا ومعايير الدينيه ومعايير الاخلاقيه ومعايير الاعلاميه تمنعني الى ان انزل الى هذا المستوى الاحمق تربيه الحسينيات. فلو اردت ان تنزل انت فانتم متعودين على هذا النزول، لما لا وانتم تزحفون على بطونكم. لماذا تشتم نفسك؟ لماذا تشتم نفسك؟ طيب هذا وإن دل فإنه يدل على يعني القدر التربية الحسينية. وكلما يا جماعة يعني كانت اللطمات قوية على وجوه هؤلاء، يعني أنا خد بالك، أنا لا يهمني يا شباب، يعني طالما السب أو الطعن شخصي لا يهمني حتى يتحظر، يعني حتى لو ما كانت حظر يا ريت حتى تفك عنه الحظر. هذا ليه؟ يعني هذا لا يعنيني، حتى مسألة إن أنا والله يعني أعطيه اهتمام إني أحضره، هذا أيضا الأمر لا يعنيني مطلقا، لأنك أنتوا عبارة يعني عن مجرد بس جراد يطير في الهواء. وإن كنت يعني الجراد يعني أنا أعتقد أنه له مكانة أكثر من هؤلاء السبابين اللعانين. طيب تفضل يا شيعة. سامح أنه يتجاوز عليك أو على واحد من المشايخ يحضر والله يا حبيبي، حتى يعني كل هذه الامور انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا، يعني لا تعنيني هذه الامور شخصيا. يعني يا اخي يعني هم سبوا ولعنوا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن انا اكون الى مقدار صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في السب واللعن؟ هم ليل نهار يتطاولون على الصحابه، فيعني سبحان الله يعني، فمن انا امام صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لو تطاولوا علي او شتموني يعني. تفضلوا يا شيعة، نريد من الشيعي شيعة يكونوا شيعة يعني عندهم القدرة، حتى وإن كانوا ليسوا محترمين لكن يكون عندهم القدرة بالنقاش دون سب أو دون لعن. تفضل. معنا مين يا جماعة؟ أبو علي بس طلب مداخلة مرة ثانية، نشوف أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله. ده طلع أبو حسين. أهلا بيك. والله أنا بس حبيت أسلم عليكم والشيخ الله يحفظك. حياك الله. حياك الله يا عزيز. اهلا بك يا وسام. حياك الله. السلام. حياكم الله. الله يعطيك. حياك الله حبيبنا الغالي، الله يحفظك ويبارك فيك. اشكرك شكرا جزيلا. طب انا بس يعني ليا تعليق على مساله المعممين، اللي هو دايما معممين ومعممين. انا قلت لكم قبل كده واكررها يا شيخ هاشم، انا ده اعتقادي الشخصي، ان اصغر محاور من عوام الشيعه والله اكثر علميه من يعني اكبر هذه العماء. المعمم اللي هم العوام الصغيرين دول اللي بيطلعوا يناقشوا معانا واحيانا يعني بيقعوا في امور، هم اكثر علميه من سواء اللي اسمه درويش ولا مش عارف الثاني اللي بيقعد يقول علي الحر العين. كل هذه الشخصيات هم اعلى منهم 100,000 مره. واخد بال حضرتك؟ ابو علي ابو علي ايه جديدك يا ابو علي اللي طلع لنا بيه؟ تتكلم انت 5 دقائق وتسمح لي انا اتكلم دقيقتين، هذا الانصاف. الانصاف عندما تذيع الحلقه لا ليش قبل يومين حاذف مداخلتي؟ هذا الانصاف. المفروض حذف مداخله ايه؟ مين اي مداخله؟ انا حذفت مداخلتك في حلقه معاويه، عداله معاويه ما موجوده مداخلتي، ليش ما اعرف. المهم كان فين دي؟ كانت مع مين؟ مع مصطفى كامل ومصطفى كمال. اول مداخله كانت الامام محذوفه. المهم يبقى وارد تكون تجاوزت فيها. خد بالكم برضو احنا احيانا اللي بيطلعوا بيتجاوزوا مش بنحط كده ونصعد وبنرفع كده على اليوتيوب، لا احنا بنفلتر. ماشي هسه اتفضل يا شيخ هاشم. يطرح مساله وانا اجاوب او يجاوبنا على سؤالنا، مش يطرح 3-4 مسائل وانا اجاوب في نص ساعه. ما ينفعش، صح ولا لا؟
انت تطرح 20 مساله مو اني، انت احنا تطرح. عندنا آية قرآنية الآن- أجب عليها، أجب على هذه الآية القرآنية، تفضل. هل عبيد الله بن جحش رضي الله عنه ماله عبيد الله بن جحش؟ رضي الله عنه هو من المهاجرين، رضي الله عن المهاجرين والانصار داخل في هذه الايه رضي الله عنه. أعطينا الرواية الشبهة اللي أنت جايبها، يا وبعدين مش سيدي ده يا اخي سؤالنا. وبعدين مش ده تعرف. سؤالنا، احنا بنقول لك الآن من اتبع المهاجرين، أقل الجمع كم يا أبو علي؟ أقل الجمع كم؟ لا وانا اسالك سؤال، اقل الجمع كم هو؟ 4 5 خلاص أقل 4. الجمع. الحين لو أنا اتبعت 4 من المهاجرين والأنصار بإحسان، هل هذا يكفيني لدخول الجنة ولا لا؟ الا بولايه علي بن ابي طالب. إذا لا يكفيني، إذا أنت تكذب القرآن، لأن الله رضي عنهم وأدخلهم الجنة وهم لا يعتقدون أن علي الخليفة الأول أو لا يعتقدون. من اخبرك انهم لا يعتقدون؟ الآن اتفضل اعطيني رواية على ظهر الأرض وحيدة، اعطيني رواية على ظهر الأرض وحيدة إن واحد من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم كان يعتقد أن علي الخليفة بعد النبي. من اخبرك هذا؟ انت لا تعلمه وانا لا اعلمه، مشتركين في عدم العلم. لا. فلا تطلب مني، اسمع انت لا تطلب مني دليل على عدم العلم. هذا انا وانت فيه سواء يا رجل. خليني غير تخليني اتنفس. خليني اتنفس. انت مدعي. اهدى يا ابو علي، اهدى. واحد، شوف انا بتكلم بالراحه ازاي. اهدى. انت مدعي انهم يعتقدون ان علي امام وخليفه، يبقى انت اللي عليك الاثبات مش انا. ما تعرفش ابجديات الحوار ولا ايش؟ لا انا اعرف ابجديات الحوار. هؤلاء بس اسمح لي، هؤلاء وصلوا الى ولايه علي بن ابي طالب ونكثوا ام لم يصلوا الى وصلوا؟ يا عزيزي ايش اللي نكثوا؟ ايش الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ احنا الان عندنا ايه بتتحدث عن المهاجرين والانصار، الله رضي عنهم وادخلهم الجنه. احنا الان بنقول لكم اثبتوا لنا يا شيعه ان في واحد، مش طالبين 4 يا دكتور حسام، مش طالبين 5، مش طالبين 3، طالبين واحد بس يعتقد أن علي الخليفة الأول بعد النبي من المهاجرين والأنصار. صعب يا دكتور حسام؟ سهلة جدا. تفضل يا أبو علي. صحيحة، واحد بس، واحد. عمار يلا اثبت أن عمار كان يعتقد أن علي الخليفة الأول بعد النبي. وين الدليل؟ لا أعتقد أنه الخليفة الأول عمار. اثبت، وين الدليل؟ اضحك لك تاني، شغل لك ضحكه بالكهرباء يا رجل. هذا كلام هذا كلام. عمار لم يفارق علي وقال فيه رسول الله تقتلك الفئه الباغيه ولا يؤمن الا علي بن ابي طالب. وين الاعتقاد انه يعتقد؟ بقول لك خليفه الاول، مش جايب لي بعد 25 سنه مع معاويه وصفين. بقول لك بعد النبي. مين اللي يعتقد ان علي خليفه بعد النبي؟ بعد النبي راح تقفز 25 سنة يا أبو علي ملك. ده أنت بتقول أنا محاور. خليفة إمام بعد النبي عمار، وين الدليل أن عمار كان يعتقد أن علي الإمام بعد النبي؟ بعد النبي، فهم؟ أعطيني الدليل. تفضل يا أبو علي. يا أبو علي. يا أخي ليش تكتموني؟ عايزين دليل. ما تفك الكتمة من عندك يعني صعبة. تفضل. يلا فتحت الكتب. يا رجل اعطيك الدليل على ماذا؟ تضحك على شنو تضحك؟ اسمع انت الان صرت تباعض، مو صرت تباعض رضي الله عنهم. بلاش عمار يا ابو علي بلاش عمار. احنا عايزين فاطمه رضوان الله عليها. يلا اترك عمار. فاطمه تنزلت مع ابو ادم. فاطمه تعتقد ان علي الامام بعد النبي. بلاش فاطمة، الحسن والحسين. يعني أنا أشوف يا شيخ هاشم اللي عندها صول في الجيش بتقول له تعالى يا باشا، نورت يا باشا، أهلا وسهلا باشا، وصل الباشا راح، مع إنه صول. فاهمني إزاي؟ معقول واحدة جوزها إمام منصب من الله ولا مرة تقول له يا أمير المؤمنين، يا وصي النبي، يا إمام المسلمين، يا خليفة رسول الله، أي حاجة من
والله هذا العظيم مو يا ابو حوار. ادم السؤال ده طرحته. اسمع هذا مو حوار علمي هذا. طرح السؤال ده ما بقى قالت والا تقل دليلكم الا قالت لا الله عز وجل يقول انتم لا تصدقون الله وتريدون من فاطمه فاطمه ما صدقت الله ما قالت له ما صدقت. خليني يعني اجاوب ما صدقت. خليني اجاوب. هو انتم صدقتوا الله حتى تصدقوا يعني فاطمه زينا ما يا صدقت؟ رجل. يا رجل فاطمه ما صدقت مثلنا؟ انتم صدقتوا الله الذي قال ايه فاطمه نفسها ما فاطمه خلوني احكي خلوني احكي فاطمه لا تعتقد. احنا سايبينك والله من ساعتها بتحشي يا ابو علي، يعني من ناحيه انت والله من ناحيه انت بتحشي، فاحنا سايبينك من ساعتها انت بتحشي. اشكرك، شكرا لك، ساكتفي معاك بهذا القدر. انت طلعت انت الوحيد اللي طلعت مداخلتين يا ابو علي. خليها يا استاذ حسام، احنا كان عندنا سؤال لطيف جدا في هذه المساله اللي طرحها الشيخ هاشم. طيب ناخده بعد المتصل اللي جاي ده. طيب اتفضل لو عندك اي طرح يا استاذ ابو ادم ولا بعد ابو كرر. خلينا ناخد طرحك بعد ابو كرر. يا ابو كرر السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تجاوب على هاي النقطه بان فاطمه الزهراء عليه السلام ما كانت تقول له يا امير المؤمنين. ما عائشه تقول اتزعم انك انت رسول الله؟ هذه الروايه لا تصح يا استاذ. منو ما صححها؟ منو ما صححها يا استاذ؟ ده لك الروايه عندنا لا تصح والله. منو اللي ما صححها؟ لا تصح كيف لا تصح؟ يلا اذكر لنا السند. عالم جهزت لك حضرتك يعني وضعف الروايات. اذكر لنا السند يلا تفضل. ها يلا. لا تفضل والله قل لي منو اللي ما صححها. مش انت قلت ان تفضل انت جحيت قل لي منو اللي ما صححها. اتزعم انك ليست صحيحه عندها. ها شنو اذا ماذا قالت له؟ ما الروايه غير صحيحه. الروايه غير صحيحه يا حبيبي، الروايه غير صحيحه. اثبت صحتها تفضل. ما لربك يسارع في هواك. يا ما كانت معتقده بينا يا استاذ لا حول. انت قلت تزعم انك رسول الله. اسمع بس انا عندي روايات عن طب اسمع يا ابو كرار. عندي روايات اخرى تمام ان السيده عائشه كانت تقول للنبي يا رسول الله. أنا عايز رواية واحدة عن فاطمة قالت لعلي يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا وصي النبي، يا إمام المسلمين، أي شيء موجودة. يلا أعطينا بس رواية واحدة. بس انطيني من اللي ضعف هذه الرواية يا أستاذ. طب يس أنت بس هات لنا الرواية وأنا أعطيك التضعيف. يلا ما في مشكلة. بعد ذلك قال ابن حجر أنه صدوق مشهور بالتدليس يروي عن الضعفاء والمجاهيل، وفيها سلمة ابن الفضل الأبرش أبو عبد الله ضعيف يروي عن أبي إسحاق. إذن الرواية ضعيفة زي رواية الإمام الذي وصفوه بالبهيمة والبعوضة، والضعيف ليس بحجة يا عزيزي. نعم يلا اتفضل يا ابو كرار. ممكن يا ابو كرار بس عشان خاطر بس ما نبعدش عن الموضوع الاساسي بعد اذنك اللي احنا بنتكلم فيه. هل لو اني قلت ساتبع المهاجرين والانصار باحسان دون اتباع الائمه اكون على هدى ام على ضلال؟ دون اتباع الائمه بعد استشهاد رسول الله؟ نعم. بعد استشهاد رسول الله في جهنم وبئس المصير. كل من لم يتبع امير المؤمنين علي بن ابي طالب. حتى لو تبعت المهاجرين والانصار. لا انا ما قلتلكش لا استنى بس انا ما قلتلكش ما تتبعش علي بن ابي طالب. انا بقول لحضرتك ساتبع المهاجرين والانصار باحسان وعلي منهم باحسان دون اتباع الائمه اكون على هدى ام على ضلال؟ بعد استشهاد رسول الله، بعد وفاه رسول الله في جهنم وبئس المصير. يا شيخ هاشم قال لك في جهنم وبئس المصير. نعم. طيب هو فين القيد اصلا ان بعد استشهاد النبي؟ يعني فين القيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد هنا لحظه يا ابو كرار. الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه الآية لم تحدد قبل النبي ولا بعد النبي، فهذا القيد من رأسك ومن كيسك يا أبو كرار. خليفة رسول الله من الله سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب. شئت أم أبي. لحظة يا أبو كرار. أنت بتقول الله هو اللي نصب علي خليفة. وين الله نصب علي خليفة؟
نعم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هي خلافة لعلي. علي أصلا لا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة يعتقدون أن علي بن أبي طالب خليفة بدلالة هذه الآية، لأن زي ما قال لك أبو آدم لا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة ما جبت لك قالوا لعلي أنت الإمام، أنت الخليفة، أنت المنصب. ثم علماء قالوا أنه نص خفي لا يدل على الإمامة. ثم رواية النبي في كتبك في حجة الوداع قبل غدير خم ب9 أيام، النبي أقسم في دينك أنه علم الناس كل ما يقرب من الجنة ويباعد من النار. ولا النبي عندك والعياذ بالله يكذب؟ ولا الكليني هو الكاذب والمجلسي هو الكاذب؟ خلصت أجبني على هذه الرواية. هل النبي والعياذ بالله في دينك كذب عليكم عندما قال أنه علم الناس قبل غدير خم ب9 أيام، علم الناس كل ما يتعلق بالجنة والنار؟ ولا النبي والعياذ بالله كذب؟ ولا أبو جعفر البقر الكاذب؟ ولا الكليني اللي كاذب؟ لا شوف لا قلت تجاوب السؤال، خلينا أجاوبك. أول شيء قال رسول الله ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم إلى النار علمتكم به، صحيح، ولكن يعني بعد انتهت النبوة قبل حجة الوداع انتهت النبوة. هاشم هنداوي انتهت النبوة. لحظة هل انتهت النبوة؟ لحظة الآن انتهت الآن واحدة الإيمان الإيمان بولاية علي في غزوة ده أبو قرار؟ استنى أبو قرار، الجنة ولا لا؟ طلع تقاعد رسول الله وراها. الإيمان بولاية علي في غدير خم تقرب من الجنة ولا لا؟ طلع تقاعد وراها. تقرب من الجنة ولا لا؟ كان مبلغ. شوف رسول الله جاوب على السؤال. الإيمان بولاية علي في غدير خم تقرب من الجنة ولا لا؟ بابا ايش تحكي انت؟ هو من بداية الدعوة الإسلامية وأنذر عشيرتك الأقربين بلغ رسول الله بإمامة علي بن أبي طالب بعده. طب خل اوريك شغله يا تراوين الشغله ولا شيء؟ انا استنى بس اوريك حجة الوداع، بس اوريك شغله بسيطه بس معلش. ده قبل غدير خم، يعني قبل ولايه علي وهذه الامور اهو. ده كتاب شيعي اهو، ده مرآة العقول بيقول اهو عن ابي حمزه السمالي قال خطب رسول الله صلى الله عليه واله في حجة الوداع. حجة الوداع يا دكتور حسام قبل غدير خم ب9 أيام، يعني قبل من كنت مولاه وهذه الأمور. فقال يا أيها الناس، والله الرسول يقسم يا دكتور حسام ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. هل النبي أمر بولاية علي قبل غدير خم؟ الجواب لا. إذا ولاية علي في غدير خم لا تقرب من الجنة ولا تباعد من النار. والحديث المجلسي قال عنه منو قال ما بلغ؟ منو قال ما بلغ؟ اهو وين بلغ؟ وانذر عشيرتك الاقربين، وانذر عشيرتك الاقربين. رسول الله بلغ بولايه امير المؤمنين. لماذا تكذب يا هنداوي؟ طلع الدليل، اقرا الروايه، طلع الروايه. دليلك انت بقى يا ابو قرار. طلع دليلك انت. انا سالت عندي سؤال. طلع الدليل. لا تهرب ابو كرار. لا ما اهرب على ما طلع المصادر مالتك. وين بلغ في غدير خم بعد نزول هذه الايه؟ اسمعني على ما طلع فين بلغ في غدير خم يا ابو كرار؟ وين بلغ في غدير خم؟ وين بلغ بالولايه؟ وانذر عشيرتك الاقربين. شوف التفاصيل عندك. اين المصدر؟ اعطينا مصدر. وانذر عشيرتك. شوف الطبري. ما عنديش ولا روايه صحيحه على وجه الارض تقول بهذا. اقول لك هات الدليل تضحك. ايش يا عزيزي فيك؟ مالك؟ تفسير الطبري يقول تفسير الطبري ليس فيه روايه صحيحه ان النبي بلغ بولايه علي قبل يعني ضعيف. تفسير الطبري ضعيف. يلا اقرا لنا الروايه. ما عندنا نقال ثاني. خلاص روح هات النقال وتعال. مشكله. بس سؤالي قبل انا سؤال راح انزل. سؤال خليه يسال يا دكتور حسام. ايه اللي انت عايزه؟ ايه اللي انت عايزه يا ابو قرار؟ سؤالي من هو والد معاويه النغل؟ النغل ده ابوك يا كلب. معاويه ده سيدة نعم اشرف من عيلتك كلها. شوف هو قاعد كل ده علشان في النهايه يتطاول على معاويه رضي الله عنه وارضاه. في النهايه انا ما اعرفش سبحان الله معاويه عامل لهم ايه؟
معاوية الله كان عنه يعطي وارضاه. الجوائز للحسن والحسين. الحسن والحسين عند الشيعة كانوا يأكلون الأموال الحرام، لأنهم يقولون أن معاوية والعياذ بالله كفر أو منافق. إذن علي بن الحسن والحسين كانوا يأكلون الأموال الحرام عند الشيعة يا دكتور حسام. هذا طعن كبير جدا في معاوية. تفضل يا دكتور حسام. أنا نعطيك مصدر الآن أن معاوية الحين في كتب الشيعة كان بيعطي جوائز وينفق على الحسن والحسين، لكن هؤلاء يعتقدون أن الحسن والحسين يأكلون المال الحرام. هذا كتاب شيعي أهو، كتاب شيعي ملاذ الأخيار المجلد 10 الصفحة 88 و200. الحسين بن سعيد عن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيهما أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية، والحديث موثق كالصحيح. الله أكبر. يعني الحسن والحسين عند الشيعة كانوا يأكلون الأموال الحرام. كذلك في كتاب مقتل الحسين لأبي مخنف يقول: فقال حسين إنا لله وإنا إليه راجعون ورحم الله معاوية وعظم لكم الأجر. لكن هؤلاء أتباع المجوس، أتباع المجوسية، وليس لهم علاقة باتباع الحسن والحسين.